عايز اسال حضرتك على مستوى على الارض، يعني هل اللجان دلوقتي تم تسلمها من خلال وزاره الداخليه ولا لسه؟ الان طبعا تم تسلمها وبيتم تعقيمها وتمشيطها من خلال رجال مفرقعات وتجهيزها اداريا للعمليه الانتخابيه. تجهيزها اداريا للعمليه على مستوى كل المحافظات، يعني دلوقتي كل اللجان على مستوى كل اللجان في كافه المحافظات. تم دلوقتي ان وزاره الداخليه استلمتها وبتقوم بعمليه اللي حضرتك قلت عليه. يعني ايه تعقيم او تطهير؟ تعقيم رجال مفرقعات يا تشريف بينزلوا ويعقموا اللجان من الداخل ومن الخارج، وفي حرم امني حوالين اللجان بمساحه 200 متر، ممنوع طبعا اي حد يركن فيه عربيه، وبيتم تعقيمه بشكل كامل، وبيتم تفتيش كل من يدخل هذا الحرم الامني بشكل عام، طبعا في اطار تامين اللجان وتامين المواطنين اللي هيطلب اصواتهم خلال العمليه الانتخابيه. عايز اسال حضرتك على ما يرتبط بالاشراف على الانتخابات. طبعا احنا عرفنا النهارده انه القوات المسلحه هتقوم بتوفير الامكانات لنقل حوالي 1100 قاضي بطيارات تابعه للقوات المسلحه، انما تامين الاوضاع على الارض هيبقى ازاي، وازاي وزاره الداخليه بتشارك فيه؟ التامين يا تشريف طبعا هيبقى فيه تامين متكامل، خطه امنيه متكامله. المرحله القادمه هتشهد استنفار امني كامل داخل اجهزه وزاره الداخليه. اللي اقول لي يا اخويا. نعم يا اخويا. هو انا كشفت ولا لسه؟ كشفت ازاي؟ هو انت لسه دخلت للدكتور؟ والله يا اخويا ما انا فاكر. وماله يا اخويا، نكشف مره تانية زياده تاكيد. هي حاجه هتخسر.